السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى ما نحرمش ولادنا من حاجه، وتعالى نعمل لهم كل حاجه في البيت. النهارده هنعمل بقى الدوريتوس مع بعض في البيت بطريقه صحيه وحلوه جدا. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. بسم الله ونبتدي. معانا كوبايه دقيق ابيض يكون منخول، وكوبايه دقيق ذره برضو منخول بنجيبه من عند العطار، وكوبايه ميه، ومعانا معلقتين زيت، ومعانا نص معلقه صغيره من بتاعه البهارات بابريكا، ورشه بيكنج باودر صغيره وما نزودش منها، ومعانا معلقه صغيره كركم، وممكن كمان نحط معاها كاري بتخلي الطعم حلو، ومعانا معلقه صغيره ملح، وربع معلقه صغيره بصل بودر. اجيب بوله وانزل بقى بالمواد الجافه كلها. هنزل بالدقيق الابيض، وبعد كده احط عليه الدقيق اللي هو دقيق الذره. دقيق الذره ده احنا بنشتريه من عند العطار، بنجيبه لازم ننخله. والبقيت والبهارات بقى هحط البيكنج باودر والملح والبابريكا والكركم. ممكن كمان تحطي مع الكركم شوية كاري، بتخلي الطعم برضو حلو، بتعزز من طعمه. هقلب المواد الجافة كده كلها مع بعض. بعد كده انزل بقى بمعلقتين الزيت واقلبهم برضو مع بعض كويس قوي. بعد كده انزل بالمية، بس ما انزلش بكوباية المية كلها، لان زي ما بنقول على طول دي كله مش زي بعض. انزل بشويه شويه، لان انا الكميه دي ما خدتش مني كوبايه الميه كلها، اخدت مني تقريبا كوبايه الا ربع ميه، لان العجينه دي بتبقى قاسيه شويه، ما بتبقاش عجينه طريه، بتبقى جامده كده شويه. واقعد بقى اقلب واخلط كده كل المواد كلها مع بعض، وكل ما تعوز شويه ميه احط شويه صغيرين لغايه كلها ما تتلم كده مع بعض وتبقى عجينه واحده. وطبعا زي ما قلت لكم احنا عايزينها تكون ناشفه شويه، ما تكونش طريه. العجينه ابتدت تتلم معانا زي ما انتوا شايفينها كده، اتلمت معانا وبقت حلوه جدا. دلوقتي بقى هسيبها بعد ما اتلمت معانا، هسيبها بقى ترتاح شويه. هي طبعا لا فيها خميره ولا حاجه، بس انا هسيبها كده ترتاح شويه عشان نعرف نفردها. العجينة بعد ما سبتها 10 دقايق كده هاخدها واقسمها على اتنين، واخد اول جزء افرده بقى بين كيسين تلاجة، او كمان او افرد على الرخامة شوية دقيق، وافرد عليها العجينة عشان ما تلزقش منك على الرخامة. طبعا انا حطاها على مفرش سيليكون، وحاطة من فوق كيس تلاجة. وعايزين الرفع تبقى رفيعة جدا، حاولي على قد ما تقدري رفيعة، عشان كل ما بترفعي كل ما تبقى مقرمشة وحلوة جدا. بعد ما فردتها كده هحاول بقى اسويها، اخليها مربع او مستطيلة عشان تطلع معايا مظبوطة. والزيادات اللي طلعتيها دي مش هتترمى، هلمها كلها مع بعض وافردها تاني. وهجيب شوكة بقى واخرم العجينة علشان ما تتنفخش معايا، انا مش عايزاها تبقى منفوخة، انا عايزاها تبقى رفيعة كده وتقرمش معايا. اخرم العجينه بتاعتي كلها بكل سهوله بالشوكه زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب بقى السكينه بتاعتي وهروح مقطعاها، طبعا حسب المقاس اللي انت عاملاه. انا هقطعها 4 بالطول و4 بالعرض زي ما انتوا شايفين كده بكل سهوله. وكل مربع هقطعه على 2 علشان اعملها زي الدوريتوس بالظبط. شايفه؟ يبقى زي المثلث. وممكن على فكره تسيبيها مربعات كده زي ما انت عايزه، تصغري المربعات شويه، تقطعي زي ما انت عايزه. المهم العجينه بتاعتنا تتقطع تبقى رفيعه، كل ما تعمليها رفيعه كل ما هتقرمش وتبقى حلوه جدا. هحط طاسه على النار واحط فيها شويه زيت كده حلوين، ولازم يسخنوا كويس جدا. واول ما يسخنوا هروح نازله عليهم بقى بالقطع الدوريتوس بتاعتنا. خلي بالكم لان هي ما بتاخدش سوا، لان هي رفيعه جدا وما بتاخدش سوا. على طول اول ما تلاقيها خدت اللون من تحت تروحي قلباها على الناحيه التانية، وخلي بالك تبقي واقفه جنبها عشان ما يتحرقش منك، ياخد اللون الذهبي كده. وابتدي بقى طلعيه على مناديل مطبخ، لو انه هو مش بيشرب زيت خالص. الله على الجمال، شايفين الجمال؟ خد اللون الذهبي وحلو جدا ومقرمش بقى. الله على الجمال، لو اسمعكم الصوت شايفين شكله باين مقرمش وحلو جدا. كده قليت بقى كل الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفينها كده، وشايفين مقرمش ولونه حلو جدا جدا جدا. واخدت بقى شوية قليتهم في الاير فراير،
الله على الجمال. ما اقولكوش بقى الاير فراير بيبقى خفيف بقى من غير زيت ولا اي حاجه ومقرمش وحلو قوي. بس للاسف اللقطه دي بقى ال- الكاميرا فصلت مني. زعلت جدا ان انا ما وريتكوش وهو في الاير فراير. بصراحه كان حلو جدا ومقرمش بقى وخفيف جدا، يعني ممكن تقليه في الزيت او تعمليه في الاير فراير يبقى حلو جدا. ونرش عليه بقى شويه في بهارات بقى، ممكن بهارات اللي هي بطعم الجبنه، باي طعم تحبيه رش عليه. انا رشيت عليه بطعم الجبنه كان طعمه تحفه. ممكن ترشي عليه بابريكا كده مدخنه، اي حاجه ممكن ترشيها عليه تديها طعم تبقى حلوه جدا. اعملي لاولادك حاجه صحيه انت عاملاها لاولادك وحلو جدا. وزي ما قلت لك لو عندك اير فراير اعمليه من غير زيت، هيبقى طعمه حلو جدا ومقرمش وهيعجب اولادك. وهم بيذاكروا كده تحط لهم طبق بقى يقعدوا يقرمشوا يبقى حلو جدا. جربيه وهيعجبهم جدا. وما تنسوش اهم حاجه تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.